الفلوس ما بتشتري، يعني ما بتشتريش بني ادم، بس في بني ادمين وناس الفلوس بتشتريهم ويفضلوا طول عمرهم مذلولين من اللي مديلهم الفلوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأصدقائي في قناتي قناة أبو شين. يمكن حبيت أعمل الفيديو دوت مع المنظر الجميل دوت لعل وعسى يعمل انطباع جيد على مضمون الفيديو. هو رد على بعض المتابعين في الفيديو اللي فات، وطبعا زي ما انتم عارفين من حق كل متابع ان هو يقول في التعليق بتاعه بس بطريقة تليق بيه أولا ثم بصاحب القناة ثانيا وتناسب المحتوى اللي بينزله على أساس يبقى النقاش في مضمونه. زي ما انتم شايفين مقدمة الفيديو بتاعت النهاردة برضو مقتبس من فيديو حمادة بتاع السنة اللي فاتت، وعجبتني القطعة اللي أنا نزلتها ديت وعلى أساسها هبني موضوعنا النهاردة عليه. طبعا حمادة بيتكلم على ان في ناس بتشتري ناس بالفلوس، وفي ناس ما بتقبلش ان هي تبيع نفسها للناس دول وبيفضلوا مذلولين ليهم على طول. عايز اقول لك يا حمادة ان النسبة دي هتظهر في الايام اللي جاية وبشراسة، لان مع ازدياد غلاء الاسعار وازدياد سوء الحالة الاقتصادية هيؤدي الى رخص النفوس، وهتبقى سلعة مباحة لكل الناس اللي معاها فلوس. هيقدروا يشتروا ضمير اي حد ممكن ان هو يقف ضد الظلم. كل اللي قلته في الفيديو اللي فات مع مقتطفات من فيديو لحمادة بقاله تقريبا سنة، وكان واقف مع مدام ساية وكان حاسس بالظلم اللي واقع عليها، فعشان كده واقف يدافع عنها وغلط جميع اخواته بل وغلط امه كمان في الوقت دوت. غرضي من الفيديو دوت ان انا كنت بحس حمادة على اساس ان هو احنا مش عايزين يقف مع علمية، مش عايزين يقف مع زايا، مش عايزين يقف مع رانيا ضد بقية اخواتهم، لان اذا كانت حلمية ورانيا وحنان ولبنى وزاهية فهم دول كلهم اخوات. احنا مش عايزين يقف مع واحدة ضد تانية، احنا عايزين يلم الليلة ديت كلها ويلم شملهم ويلمهم كلهم مع بعض ويحسهم ان احنا بقينا فرجة للقنوات. فعشان كده انا بذكر حمادة بنقطة زي ديت. لكن بعض طبعا المتابعين وليهم الحق كل الحق ان هو يعلق زي ما هو عايز، ولكن في حدود اللياقة والادب والاحترام وحاجة تليق بيه هو شخصيا كمتابع اذا كان محترم او غير محترم لصاحب القناة. عشان كده طالع انا ارد على بعض المتابعين اللي انتقدوني في الفيديو دوت وقالوا انت طالع تتكلم على موضوع فات بقاله سنة. انا قلت المضمون بتاعي وقلت الغرض من الفيديو دوت ليه ووقت اذاعته ليه. اليوتيوب اقترحوا عليا سيدة الفاضلة او سيد الفاضل، وانا عجبني قوة الدفاع بتاعت حمادة عن زاهية، وبيعجبني دلوقتي قوة الدفاع بتاعه عن مدام حلمية، ولكن انا مش عايز يكون هو واقف مع اخت ضد اخت. انا عايز يكون واقف مع اخت ضد اي متابع او ضد اي قناة طالعة تعنف او تقل ادبها على اخواته، افضل من هو يقف مع اخت ضد اخت. ده المضمون بتاع الفيديو او اللي انا عايز اوصله لحمادة، وحسيته ان هو يلم الشمل بتاع اخواته ويحاول ان هو في الوقت دوت يخرس او يخرس اي قناة او اي متابع بيحاول ان هو يتطاول عليهم. لما يحس المتابع او ما تحس القناة ان الاخوات كلها قلبها على قلب بعض، مفيش بني ادم هيطلع ويتجرأ ويقول اي كلمة ما تناسبش العيلة ديت. ده المضمون بتاعي او اللي انا اقصده في الفيديو اللي عملته اللي فات. اما بالنسبه للرد على احدى المتابعات اللي بتقول انك انت مش عادل وانك انت ما بتنقدش صح وانك انت المفروض انك انت تتكلم عن سب زاهية لاخواتها وتتكلم عن سب شريهان لاخواتها وتتكلم عن دعاء ام مصطفى على بنتها وتتكلم عن مصطفى وتتكلم. اقول لها يا سيدتي الفاضله انت اصلا انسانه حافظه مش فاهمه. انت لو انسانه فعلا فاهمه الكلام اللي انا بقوله هتعرفي ان انا اتكلمت في الحاجات ديت قبل كده كتير. ما كل المطلوب منك زي ما تعبتي وسمعت الفيديو دوت وقدرت انك انت تنتقديني، لف على القناه كده اهوت وشوف الموضوعات اللي انا اتكلمت فيها اللي تخص
عيلة داوود وبعد كده تعالي اتكلمي معايا. انما انت تتكلمي على اساس فيديو انت شفتيه لمجرد بتشوفيه دلوقتي وبتحاولي انك انت تناقشيني فيه، لا. يبقى العدل هنا انك انت تشوفي باقي الفيديوهات اللي انا اتكلمت عن العيله ديت او تخص العيله ديت، وبعد كده تيجي تتكلمي تقولي انت انسان عادل او غير عادل. وده مش من حقك كمان، انت مجرد انك انت بتقولي راي، مش من حقك انك انت توصفيني او تقيميني من خلال فيديو مش عاجبك او انت شايفه ان انا مش منصف فيه. لكن العدل مش ان هو تتكلمي باسلوب غير لائق وعايزاني ارد عليكي باسلوب لائق. دي نقطه. يعني لما في مثلا اي حد بيسب متابع او بيحاول ان هو يشتم متابع او يوجه اللوم لمتابع، القنوات بتقوم على الشخصيه ديت. فمش من حق المتابع هو كمان ان هو يحاول يسيء لصاحب قناه، ومش عايزين صاحب القناه يرد عليه. ده ردي على سيدة فاضلة كنت احترمها. زي ما المتابع بيدي نفسه الحق ان هو يسب ويشتم في صاحب قناة او ان هو يسيء لصاحب قناة بدون وجه حق، يبقى من حق صاحب القناة ان هو يبادله نفس السباب ونفس الشتائم، ولكن باسلوبه هو، مش باسلوب الرخيص اللي هو بيتبعه مع صاحب قناة. حمادة في الوقت اللي كان بيدافع فيه عن زاهية كان مكروه من جمهور حلمية، وكانوا بيشتموه وطلعوا أقذر الألفاظ عليه، بل القنوات اللي مؤيدة لحلمية طلعت أوسخ الألفاظ وأقذر الألفاظ عليه وأسوأ الألقاب، ولغاية دلوقتي محطوطة باسمهم في قناة حمادة. مش من حق المتابع ان هو يدخل القناه عندي ويقول له انت اتكلم عن كذا او قول كذا او اتكلم عن فلان او اتكلم عن فلانه. ده مش من حقه ومرفوض تماما في قناتي. مرفوض تماما في قناتي انك انت توجهني ان انا اتكلم عن فلان او اتكلم عن علان. في قنوات موجوده على اليوتيوب للحاجه ديت مخصوص، انك انت تأمرهم ان هم يتكلموا في موضوع معين، او تأمرهم ان هم يقولوا كذا، او تأمرهم ان هم لمجرد بعض ريالات او بعض دولارات ان هم يتكلموا زي ما انت عايز. انما عندي انا لا. يبقى انت كده جيت في العنوان الغلط. مهما تهاجم، مهما تعمل، مهما تقولي ما في العبر، المبدأ ما بيتجزأش. المبادئ عمرها ما اتجزأت. اما اذا كانت المبدأ بيتجزأ عندك انت كمتابع او عندك انت كصاحب قناة، يبقى دوت اتجاه تاني، اتجاه عكسي. تاخد للخلف دور وتروح تشوف القنوات اللي تناسبك وتتفرج عليها. لكن اذا جيت القناة عندي فمن حقي ان انا افرض عليك انك انت تتكلم باحترام وتتكلم باسلوب لائق بصاحب القناة. اما لو انت حبيت تتكلم باسلوبك المتبع او اسلوبك اللي انت متعود عليه، انك انت تفرض سيطرتك على صاحب قناة لمجرد انك انت بتدفع له فلوس او بتشوف له مشاهدات، وفاكر ان كل الناس بنفس الاسلوب اللي انت بتتبعه مع بعض القنوات التانية، يبقى انت غلطان. يبقى حاول انك انت تدور على حاجة تناسبك وتروح تعلق عندها، وده هيكون افضل ليك. تحافظ على كرامتك